حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الفيديو اللي موجود عندنا هنا هو عنبار البريك المكابح للسيارات اليابانية. هذا النوع هو يكون الفافون. هنا عندنا المخارج اللي تروح للديسكات اللي موجودة بالويل. عندنا هذا البرغي اللي يفصل بين الدبة والعنبار. هنا البرغي من فتحة راح تشوف اكو هنا واشرات. هالواشرات عادية. تشخيصنا وتأكيدنا والفتح راح يكون على الواشر او البستم الداخلي بداخل العنبار. نلاحظ هنا التأكيد على الواشر والبستم الرئيسي اللي موجود بداخل العنبار باستخدام البرغي هذا. بالصبانة نفتح البرغي استخدام الصبانة، ونستخدم أيضا بلاي سرنجات حتى نفتح البستم الداخلي. نلاحظ هنا البستم تأكيدنا هنا على هذا الرنج حتى نبدي خطوة خطوة بالفتح، ومن نرجع نغير البستم. بالتغيير البستم يكون التطبيق هناك بسهولة. هنا فتحنا الرنج ونسحب البستم، هذا البستم الداخلي مجرد سبرينج وواشرات 2. هذا البستم راح قطعة كاملة أثناء التبديل. يجي قطعة كاملة بدون أي تفسيخ وبدون أي تركيب. يجي شركة قطعة كاملة وتقعده بالمكان العنبار بالهيكل. لاحظ هنا من الداخل ما عندنا أي واشر ولا هناك جبن داخل العنبار، فقط هذا البستم هو هذا البستم الرئيسي. نرجع للمراحل. هنا التركيب نركب، راح نقعد بمكان الرنج، نحفظ الطريقة اللي فتحنا بها البستم، راح نرجع البستم بالصورة الصحيحة. لاحظ هنا باستخدام بلاي سرنجات من قاعد الرنج راح نرجع نشد البرغي 12 اللي موجود بظهر العنبار. نرجع للدبة الزيت. مراحل التركيب أيضا بسيطة جدا. هنا نرجع نشد البرغي 12. هنا كملت عندنا دبة الزيت الرئيسية، وكمل عندنا هنا العنبار. وشكرا لكم.